من كام يوم كنت بدور في المكتبة على ورقة قديمة واتكعبلت في مذكرات كانت بتاعتي في 2022. الفكرة ان انا لما فتحت المذكرات دي لقيت باترن معين، نفس المشاكل بنفس المواقف، حتى بتستدعي مني نفس رد الفعل بنفس الغضب اللي كان بيحصل دلوقتي واحنا في 2026. وهنا حصل لي some kind of realization اني حابسة نفسي في دايرة معينة محدش عارف يكسرها. وبعدين فكرت، هو ليه انا ما حاولتش اصلا اكسر الدايرة دي؟ جه في بالي سؤال ليه علاقة بالحلقة بتاعت النهاردة، ألا وهو: مين أكتر شخص خذلك؟ انتي ولا حد تاني؟ يا مساء الخير في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. دي الحلقة التانية من سلسلة المشاعر اللي بنتكلم فيها النهاردة عن الخذلان. Who let you down the most؟ عمرك حسيتي ان انتي بتعملي كل حاجة لكل الناس وفي الاخر انتي اللي بتنامي وانتي حاسة ان انتي فاضية من جوه؟ انتي اللي بتسألي، انتي اللي بتطمني، انتي اللي بتفكري في التفاصيل. حتى الخروجات انتي اللي بتفكري هتخرجوا فين. انتي اللي بتساعدي، بتعدي، بتتنازلي، بتقولي معلش ولا يهمك انا هتصرف انا هقدر etc. وتلاقي نفسك قاعدة لوحدك وبتقولي طب وانا مين هيسأل عليا؟ ساعتها يبدأ دايرة كده من الزعل، ان انتي بتعملي كل حاجة للناس ومحدش بيعمل حاجة علشانك. يعني مثلا انا لو ما بدأتش محدش بيسأل، انا لو ما بعتش محدش هيبعت. الاحساس ده مؤلم جدا، بس في سؤال لازم نسأله: هو احنا فعلا بندي من غير مقابل، ولا احنا بندي وبشكل سري كده مستنين مقابل؟ هل فكرنا في مرة ان احنا ممكن نكون بندي ولا شعوريا احنا بنشتري الأمان؟ يعني زي ما دكتور عماد رشاد قال في كتابه الجلاد تحت جلدي، كان بيتكلم على ان احنا ساعات بنبقى عايزين حب، فبنحاول ان احنا نرضي الاطراف اللي حوالينا بكافة الطرق عشان عايزين validation، عشان عندنا حتة الاستحقاقية دي مرتبطة بالحب، فانا لازم ابذل اقصى ما عندي عشان اخد شعور معين من الناس، وخوف من الشعور ده ان هو يتاخد مني. يعني احيانا بنفكر ان احنا generous جدا، احنا طيبين جدا، احنا بنحب الناس، لكن جوه ممكن يكون في خوف ان الناس تسيبنا، خوف ان هم يزعلوا مننا، خوف ان هم يشوفونا انانيين، خوف ان ما يحبوناش لو وقفنا العطاء ده. فنبتدي ندي عشان نفضل مهمين، ندي عشان نفضل مرغوب فينا، وبندي عشان نضمن ان الشخص ده هيفضل محتاجنا. بندي كمان عشان نقول لنفسنا طالما انا بعمل كل ده عشانه اكيد مش هيقدر يسيبني. طبعا مش محتاجة اقول ان انتي غالبا لو انتي بنت فانتي اصلا اتربيتي على ان قيمتك مرتبطة بقدرتك على التحمل. انتي بنت كويسة فهتستحملي، هتساعدي، هتسكتي، هتضحي، هتسامحي، هتعدي، تحطي نفسك اخر واحدة، فتكبري وتبقي الست اللي كل الناس بتعتمد عليها، والناس تقول هي دي دايما موجودة، هي بتعرف تتصرف، هي قوية جدا، هي قلبها كبير. تسمعي الكلام ده وتحسي ان هو compliment، لكن محدش بيشوف التمن اللي انت بتدفعيه قدامه، محدش بيشوف ان انت من جواكي بتقولي ان انت تعبتي، وده حقك على فكرة. وان انت تساعدي الناس اللي حواليكي وان انت تبقي موجودة ده شيء جميل جدا جدا، بس المشكلة ان انت مش عارفة ان انت later on بتربي حاجة اسمها انا كنت مستنية. انا كنت مستنيه منك ان انت تشوفي المجهود اللي انا بذلته عشانك، انا كنت مستنيه ان انت تقفي جنبي، انا كنت مستنيه اكن في عقد كده اللي هو انا اديتك كذا فانا منتظره منك كذا. ف زي بالظبط كده لو في ام مثلا حصل لها حاجات كتير قوي وضحت بحاجات كتير قوي، فبتبدا تقول لاطفالها انا ضحيت بعمري عشانكم، which is على فكرة دي جملة problematic جدا وممكن نتكلم عليها بعدين. ان هي حاسة بالخذلان، او ان هي she was let down by her children عشان هي عملت تضحيات كتيرة جدا وكانت مستنية من اطفالها ان هم يعملوا نفس التضحيات، او مش نفس التضحيات بس at least to pay back. فيبدو ان التضحيات دي كانت من غير أي مقابل، لكن later on since إن الجملة دي طلعت يبقى هي لا شعوريا كانت مستنية مقابل. فهنا بقى يجي سؤال صعب شوية: انت بتدي عشان انت عايزة تدي، ولا عشان انت خايفة ما تديش؟ يعني ايه؟ في فرق كبير قوي من ان انا بساعدك عشان انا فعلا عايزة اساعدك وقادر اساعدك ومش مستنية منك حاجة، ده عطاء. لكن لو انا بساعدك وانا من جوايا بقول يا رب يقدر ده،
يا رب يفضل فاكر، يا رب لما احتاجه يردها، يا رب يفضل موجود وفاكر لي اللي انا عملته ده after years. فانا بحط احتياج عاطفي مستخبي جوه العطاء ده، مش ما اسموش عطاء دلوقتي. فطبعا لما المقابل ده ما يوصلش بنتوجع وبنحس ان احنا خذلنا حد، خذلنا مع ان احنا عملنا حاجات كتير قوي عشانه. طيب نخرج بقى من الدايرة دي ازاي؟ ودي مفاجأة شوية، ان انت تتحولي لشخص اناني. مش بمعنى ان انت توقفي مساعدة الناس، ومش ان انت تقولي من النهاردة مش هعمل حاجة لحد، لا. الفكرة ان انت تبدأي تتعلمي تدي من غير ما تختفي. يعني مثلا قبل ما تقولي اسألي نفسك انا عايزة اعمل ده ولا انا خايفة اقول لا، عندي طاقة وعندي وقت، ولا الشخص ده مش هيشكرني وهل هفضل عايزة اعملها ولا لا. لو انا I wasn't thanked after my effort، هل انا عايزة اعمل الحاجة دي ولا لا. وبعد ما تتحولي ان انت تبقي شخص اناني، بمعنى ان انت تحبي نفسك شوية وتحطي نفسك first، اتعلمي تقولي لا من غير محاضرة. يعني مش لازم تبرري كل رفض، مش لازم تقولي معلش اصل انا عندي كذا وكذا وكذا. ممكن ببساطة مش هقدر المرة دي وخلاص، full stop period، خلاص خلصنا. في البداية هتحسي بالذنب وده طبيعي جدا، لان انت بتكسري باترن قديم، وانت متعودة ان انت تكسبي رضا الناس عن طريق التنازلات اللي انت بتعمليها والحاجات اللي انت بتقدميها. فلما تبدأي تحطي حدود، عقلك ممكن يقولك انت بقيتي أنانية جدا، بس الحقيقة انك مش أنانية بالمعنى المفهوم السيء، انت بس بطلتي تهملي نفسك وما تديش اكتر من اللي بيطلب منك. ودي مهمة جدا على فكرة، يعني مش كل مشكلة محتاجة ان انت تنقذي الموقف، ومش كل شخص زعلان محتاجة ان انت تصلحي حياته، ومش كل حد بيحكي لك مشكلة محتاجة حل منك وانت اللي تنقذيه، وان انت اللي تتابعي هو عمل ايه في المشكلة بتاعته. لازم تكوني انت اللي بتساعديه. لا خالص، احيانا افضل حاجة ممكن تعمليها لحد انك تسيبيه يتحمل المسؤولية، لانك لما تشيلي كل حاجة عن الناس ممكن من غير قصد تعلميهم يعتمدوا عليكي، وبعدين لما بيتعودوا انت اللي بتتعبي. ولازم تفرقي بين الحب والإنقاذ. الحب ان انت تقولي لحد انا جنبك، انا معاك، انا شوف اي وقت انت عايز تتكلم فيه انا هبقى موجودة. لكن الإنقاذ ان انت هتعيشي حياته مكانه، يعني هتعيشي حياته بمعنى ان انت انا هتصرف متقلقش، حط الموضوع عليا، سيب الموضوع، انا ملكش دعوة. الحب بيقول انا هقدر اساعدك، لكن الإنقاذ دايما بيقولك انا هتصرف في كل حاجة. الحب فيه مساحة للطرفين، لكن الإنقاذ بيخلي طرف واحد بس هو بيشيل العلاقة، ولو وقف مجهود العلاقة هتنهار. ودي مهمة جدا، ممكن الجنريشن الكبير شوية ممكن محتاج يشتغل عليها. بطلي تختبري الناس في صمت. يعني لو محتاجة اهتمام اطلبيه، لو محتاجة مساعدة اطلبيها، لو في حاجة وجعتك قولي، اتكلمي، عبري عن نفسك، لو حاسة ان في حاجة في العلاقة مش ستيبل اتكلمي. ما تقوليش ما هو لو بيحبني كان لا مش هو بيحبك ومش هيعرف، هو he's not a mind reader، مش هيقرا انت في مخك ايه. ممكن وبجد ممكن يكون بيحبك فعلا، بس انت محتاجة تقولي ايه اللي بيحصل معاكي عشان ممكن مش شايفه. واعتقد من اكتر الحاجات اللي ممكن تفرق معاكي ان انت تبطلي تربطي قيمتك بمدى احتياج الناس ليكي. يعني ان انت تحسي ان انت valuable عشان بس الناس محتاجاكي. مش لازم تكوني المنقذة والمستشارة واللي بيحل كل المشاكل واللي بيروح يعمل مشاوير والست اللي عمرها ما تقول لأ، وتعملي كل حاجة حتى لو انت مش مرتاحة. واخر حاجة، وده ممكن يكون اكتر جزء صعب شوية، ان انت لما تبدأي تتغيري ممكن الناس تزعل، وممكن يقولولك انت اتغيرتي، انت بقيتي باردة، انت ما بقيتيش زي الاول. وممكن فعلا انك غيرتي، بس دي مش لازم تبقى حاجة سلبية ولا حاجة سيئة، وبس ممكن تكون ان انت بدأتي تقتنعي ان السايكل والباترن اللي كانت موجودة في 2022 لازم تتكسر في 2026. لو انتي كملتي لحد هنا فشكرا جدا جدا. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي مواضيع حابين نتكلم فيها سيبيها في الكومنتس. وشكرا انك كملتي معانا في بودكاست لكي الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس.